فكرة إنك تنفذ فيديو موشن جرافيك في الأول كانت فكرة صعبة، وكانت بتحتاج وقت ومجهود كبير جدا علشان تقدر إنك تخرج فيديو يكون مقبول ويكون كويس، وده بياخد وقت ومجهود كبير. وكمان لازم تكون ملم بأدوات البرنامج اللي بتشتغل عليه، وتكون عندك خبرة كافية بالتحريك العناصر اللي بتحطها بحيث إنك تقدر تحركها بشكل سليم. ده كان في الأول مع البرامج اللي هي متخصصة في التحريك وما زال موجود، ولكن في موقع كانفا موضوع التحريك وموضوع صناعة فيديو الأنيميشن الموضوع سهل وبسيط جدا. دلوقتي هنعمل مع بعض فيديو بسرعة كده، هنشوف فيه ازاي الفيديو بيتعمل على كانفا بشكل سريع وبشكل كويس جدا. تعالوا بينا بقى ندخل نشوف هنعمله ازاي. ودلوقتي انا فتحت موقع كانفا، هبدأ اختار المقاس الفيديو اللي انا عايزه من المقاسات المتاحة عندي، أو تقدر تحط مقاس براحتك. وهختار 1920 في 1080 اللي هو الفول اتش دي. ومن قائمة إيليمنت هكتب الحاجة اللي أنا عايزها. طبعا أنت هيكون معاك العناصر اللي هتشتغل عليها للإعلان بتاعك، ولكن أنا هنا مجرد شرح مش أكتر. هكتب آيس كريم وهختار فوتو، هيجيب لي الصور. هاخد أول آيس كريم عندي بالمنظر ده كده، هبدأ ألفه وهجيبه هنا كده. بعدين هحتاج خلفية ورا أو منظر ورا بسيطة، هكتب باك جراوند، ممكن حاجة زي كده. هقول له set image background، يعني شكلها مناسب وكويس. هشوف الجملة اللي أنا عايز أكتبها، الجملة الإعلانية بتاعتي. أنا هكتب هنا كده، ودلوقتي أنا كتبت الجملة اللي أنا عايز أحطها على الإعلان بتاعي اللي هي شوكليت كاب كيك. هبدأ أنسق مكانها. طبعا هغير لونها، وليكن مثلا هخليها باللون الأبيض وأعمل لها إفكت. بعدين هبدأ أغير لون الإفكت بتاعي اللون الأسود. بعدين هلعب في البرانتر دي لحد ما يديني شكل كويس. دي بقى تقعد تظبط فيها براحتك عشان تطلع النتيجة المرضية بالنسبة لك. برضو هاجي عند الشوكليت هنا وهروح عند الثلاث اسهم دول واختار العلامة دي كاب ستايل، وهاجي عند كاب كيك عشان يديني نفس الستايل. ممكن اغير اللون، اخليه مثلا اي حاجة بقى، ده بس بنوضح شرح مش اكتر. طيب كده انا عملت الديزاين بتاعي. هبدأ اروح عند الجزء ده وهضغط عليه وهقول له دوبليكيت بيج، هيعمل لي صفحة تانية بنفس المنظر بنفس التصميم بتاعي. هاخد الشكل ده كده وهبدأ ألفه، وبعدين هاجي هحطه هنا كده، وهاخد شوكليت كاب كيك هنا كده وهعمل دوبليكيت تاني. طبعا يا شباب الحاجات دي بتكون يعني في عبارات او في جمل دعائية انت بتحطها، لكن انا مستخدم حاجة بس مجرد للشرح، اعرفك الفكرة بس انت ممكن تعمل الانيميشن ازاي في كانفا. طيب هروح عند الجزئية دي وهبدأ همسح منها. خلي بالكم اتأكدوا ان انت عملت لير تاني او صفحة تانية. طيب هاجي عند إيليمنت وهكتب هنا كده برضو ايس كريم موجودة عندي، وهختار مثلا الكونو ده، وليكن انا هلفه اخليه بالشكل ده وهبدأ اكبره صغره شوية كده كويس. ممكن اكتب مثلا اكتب كونو، وهاجي هنا وهغير اللون. هتيجي هنا كده وتعمل لاير تاني. كل بقى دي عدد صفحات انت بتكترها براحتك على حسب الاعلان اللي هتعمله.
لكن انا دلوقتي هوريك التحريك بيحصل ازاي. طيب هاخد الكونو ده وهبدأ اصغره وهبدأ الفه، وبعدين همسح كلمة شوكليت وهسيب كونو هنا كده، وهرجع عند الجزء ده علشان اخد نسخة من الكب كيك دي، وهروح في الصفحة بتاعتي وهبدأ احطها في المكان اللي انا شايف انه مناسب ليه. خلي الكونو كده بالمنظر ده، وخلي الكب كيك بالمنظر ده. هنا كده كونو، وهنا انا كنت محتاج كلمة شوكليت. دلوقتي انا جهزت المشاهد بتاعتي اللي المفروض انا مجهزها علشان اشتغل عليها او علشان اعمل بيها الفيديو بتاعي. طيب دلوقتي بقى هبدأ في الجزء الخاص بالانيميشن، الجزء الخاص بالتحريك. على البرامج القديمة او سوري، على البرامج المتخصصة في التحريك ده بياخد وقت ومجهود كبير جدا، ولكن هنا هتشوف الفكرة سهلة جدا جدا جدا. تعالوا بقى نشوف ازاي هحرك العناصر بتاعتي. اول حاجه انا الكاب كيك هنا كده هروح عند انيميشن من فوق، وهختار الحركه اللي تعجبني من هنا، وليكن انا مثلا هختار الحركه بالشكل ده وبيعرضها لي بسرعه. اخترت شكل الحركه اللي انا محتاجها. تقدر من هنا انك تختار يا اما تيجي بالزاويه اللي بره، ولكن انا عايزها كانها داخله من هنا. تيجي عند السبيد، لو انت معاك نسخه مدفوعه هتقدر تتحكم في السلايدر ده، وهتقدر انك تتحكم في سرعه دخول العنصر بتاعك من غير ما تتعب. هو عمل لك الحركه. هتيجي عند الجزئيه، لو ضغطت بوز هنا كده معناها في الخروج، في الجزء لما يجي يخرج هو هيعمل نفس الحركه وهيخرج. طيب تمام. دلوقتي انا عايز احرك شوكليت وعايز احرك كاب كيك بنفس الطريقه. هروح عند الانيميشن وهبدا اختار الانيميشن اللي انا عايزه، هو بالمنظر ده ولكن انا هخليه ينزل من فوق، وعند كاب كيك وممكن اختار له الجزئيه دي بالمنظر ده. طيب تمام. لو انا جيت هنا ممكن اتحكم في السرعه، ممكن اجي عند شوكليت واتحكم في السرعه برضه. تمام كده انا عملت الجزء الخاص بالتحريك بتاع المشهد ده، ولكن برضو ما يزال ان انا لازم اتحكم في حاجات تانية. انا عندي البوز وعندي البوز للجزئية دي، ده في الان. لو شفت المشهد كده برضو المشهد كده كامل بالتحريك بتاعه. طيب انا مش عايز ان كل العناصر تظهر مع بعض، انا عايز العناصر دي ده يظهر في الاول، وبعدين الحاجتين اللي هي شوكليت تظهر بعديها، وبعدين كاب كيك. سهل. تيجي على اي لاير واضغط عليه، وهتروح عند قائمة لاير وتقول له شو لاير، هيبدأ يظهر معاك الليارات. لاحظ ان الليارات ظهرت هنا برضو، يعني اللاير اللي هتقف عليه هنا هيظهر معاك. انا عايز الجزء ده يظهر في الاول، ولكن عايز ده يظهر بعديه. هاجي هنا والسهم يتحول معايا وهبدأ اسحبه شوية، وبعدين كاب كيك انا عايزها برضو تظهر بعد الجزئية دي. يبقى انا لما هحرك السلايدر هيظهر ده في الاول، وبعديها شوكليت، وبعديها هيظهر كاب كيك. تمام اهو. انا هعمل معاينة دلوقتي كده ظهر معايا بالترتيب، وعند الخروج برضو هيظهر بنفس الطريقة. طيب تعال نروح للشكل التاني. انا هاخد الانيميشن هنا وهغير شكل الانيميشن وهعمله بالجزئية دي، وهنا انا هعمله، خليني الاول بس عشان اعمل البوز منساش هنا اسرعه شوية، وهاجي عند شوكليت هعمل نفس الافكتات برضو، وكاب كيك هعمل نفس الافكت، وهاجي واقول له بوز، وهاجي هنا واقول له البوز. تمام. يبقى انا كده عملت نفس الحركات. تمام. هاجي هنا وهقول له هقف على اللاير، وهاجي عند شوكليت وهأخرها شوية برضو من السهم من هنا، وبعد هاجي عند كاب كيك وهأخرها برضو شوية كمان بحيث انها تظهر معايا متأخر بالشكل ده او بالطريقة اللي احنا شايفينها. تمام.
لاحظ معايا ان هو هنا بدأ يدخل على المشهد اللي بعده وانا مش عامل له انيميشن. تقدر برضو تعمل الانيميشن بنفس الطريقة. بقى عندي المشهد الاخير برضو انا هحركه، بس انا عايزه يتحرك بطريقة مختلفة شوية. فهاجي عند الكاب كيك هنا وهبدأ اختار الانيميشن اللي انا عايزه. لاحظ معايا ان هنا ظهر الكلام في الاول، فانا محتاج اخلي كونه تظهر. انا هنا محتاج اخلي كونه تظهر بعد الايس هنا، ومحتاج اخلي شوكليت برضو تظهر مع كلمة كونو عشان يظهروا مع بعض. هشوف المشهد معايا، هشوفه هيبقى شكله عامل ازاي. كده الشكل بقى جاهز معايا، يعني شبه انا خلصته. طبعا ده عشان شرح، بس انا بس بوريك ازاي بيتعمل الانيميشن في موقع كانفا. لكن انت لما هتيجي تعمل مشروع او هتيجي تشتغل على حاجة لعميل، انت هتكون طبعا مركز اكتر من كده، وهتقدر تستغل الحركات دي بانك تطلع شغل كويس. طيب ناقص عندي حاجة واحدة بس كده، ان انا هعمل الانتقالات ما بين المشاهد. لو جيت مجرد انك تقف في الفاصل هنا بدون ما تضغط على حاجة، هتلاقي الشكل اللي قدامك ده لو ضغطت عليه هيفتح معاك نافذة هنا. انا هختار ماتش اند موف، واجي على الجزئية دي برضو هقول له ماتش اند موف، واجي على الجزئية دي واقول له ماتش اند موف. تعالوا نشوف بقى شكل الحركة بعد ما عملت الافكت ده. لتأثير الحركة ده يحصل ايه. لاحظوا الحركة هتكون شكلها عامل ازاي. شايفين ايه اللي حصل؟ الحركة الكاب كيك هنا بدأ يتحرك وبدأ يروح من مكان لمكان. بكده أكون وضحت لك إزاي بنعمل فيديو أنيميشن دعائي على موقع كانفا. أنا عارف إن الشرح سريع، ولكن أنا ما حبيتش أطول الفيديو، وحبيت أعمل أكتر من مشهد عشان تعرفوا الانتقالات بتتم إزاي. ولكن الموضوع طبعا بيكون أكثر دقة وأكثر احترافية من كده لما بياخد وقته في التصميم، وبيكون بيطلع نتائج حلوة جدا مع الوقت ومع التمرين. لو حبيتوا الفكرة بتاعة الانيميشن اكتبوا لي في التعليقات، عشان هعمل كذا فيديو كذا درس للانيميشن. ممكن ندور على افكار، لو حابين تقترحوا افكار مفيش مشكلة. اكتبوا لي في التعليقات رأيكم في الفكرة ايه، وهل مثلا الفيديو كويس ولا مش كويس، النوع ده من الفيديوهات بيعجبكم او مش بيعجبكم. هشوف رأيكم في التعليقات. وكمان ما تنسوش انكم تنضموا لصفحتي على الفيسبوك وعلى الجروب عشان نشوف شغل بعضينا ونتعلم من بعضينا من اللينك الموجود في الديسكريبشن. اتمنى ان كل الناس تشارك يا جماعة. بلاش موضوع ان الناس تشوف وما تشاركش معانا. الفايدة من انك بتشوف الفيديو انك بتتعلم، وبتتعلم كلنا محتاجين نتعلم، وكلنا محتاجين اننا نستفيد من بعضينا. عشان كده من فضلكم يا ريت اللي بيطبق الدروس دي ينزلها على الجروب، وانا هقبل نزولها على الجروب عشان كلنا نتعلم مع بعض. الهدف هو ان كل الناس تتعلم. ما تنساش بقى لو عجبك الفيديو انك تشجعنا باللايك وبالشير وبالاشتراك في القناة لو اول مرة تشوفني، وانا مستنيك دايما وتسألني على كل اللي انت محتاج تعرفه. اشوفكم بخير في الدرس اللي جاي.